مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده نعمل السفاير او الليدي فينجر بطريقته الاصليه، واكبر دليل اللي انتوا شايفينه قدامكم نجاح العجينه، هو ده نجاح الليدي فينجر. كل ما كانت كريميه ومتماسكه كده كل ما كانت ناجحه وطالعه ممتازه زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي هيحكم على الموضوع ده وانتوا ماسكين كيس الحلواني كده وبتفردوها، كل ما كان القوام متماسك كده وبتتفرد بالراحه خالص كل ما كانت مظبوطه وناجحه. شايفين قد ايه؟ في ناس كتير جدا اشتكت ان هما بيعملوا مقادير مظبوطه وفي الاخر بتبوظ منهم. هقول لكم كل التفاصيل دي واحنا شغالين، وازاي كمان تتحكمي في الحجم بتاعها تعمليها عريضه بالشكل ده. شايفين قوامها ومن جوه جميله قد ايه وهشه، وازاي تعمليها رفيعه زي ما انا عاملاها لكم كده. هنعملها بالطريقتين وهاقول لكم إيه الأسرار اللي هتطلّعها لكم مضبوطة، وإيه الأخطاء اللي ممكن تقعوا فيها وتطلع معاكم العجينة سايبة. كل التكات والحركات والأسرار هتلاقوها خلال الفيديو، تابعوني للآخر. يالّا بينا نبدأ. هنسمي الله ونبدأ على طول في المكون الأساسي والرئيسي في وصفة النهارده وهو البيض. هاحاول أقسم البيضة نصين وأحرك الصفار يمين شمال لحد ما أنزل بالبياض في بولة كبيرة شوية، وبعد كده هانقل الصفار في بولة تانية. أوكي، هاعمل الكمية كلها بنفس الشكل ده كده. أنا محتاجة 6 بيضات هاقسمهم وأحولهم نص بياض ونص صفار في بولتين، بس هاحاول إن البياض يبقى في البولة الأكبر شوية. أنا خدت 6 بيضات ليه؟ عشان أنا لسه هاعمل تيراميسو والقالب بتاعي كبير شوية، فأنا محتاجة الكمية دي تبقى مضاعفة. انتوا هتقسموا الكمية دي على نصين، وبعد كده هجيب كوباية من السكر ما تكونش مليانة قوي، وهبتدي اخد منهم 3 معالق كبار واضيفهم على الصفار. وبعد ما اضيف المعلقة التالتة هيتبقى تقريبا كوباية الا ربع من السكر، هيتركن على جنب كده عشان لسه هشتغل فيه مع البياض واحوله المرنج. طبعا المقادير هسيبها لكم بالجرامات كاملة في الديسكريبشن بوكس. هضيف بعد كده نص معلقة من الفانيلا للصفار. ليه صفار؟ عشان الريحة بتاعته شوية بتبقى نفاذة وانا عايزة اكسر الريحة دي. تعالوا بقى نشتغل في المرنج. هضيف ذرة كده من الملح، حاجة بسيطة يعني، تقريبا ربع معلقة مثلا من الملح، وهخفق بالمضرب الكهربائي بالشكل ده. وأول ما يتحول شوية للفوم هبتدي أضيف السكر بالتدريج. هننزل بقى بيه حاجة حاجة كده، يعني ممكن نقسمه على 3 أو 4 مراحل بالكتير. وكل ما أضيف كمية هبتدي أخفق شوية كويسين بين كل إضافة والتانية بتاع دقيقة دقيقتين لحد ما أخلص الكمية، ودي آخر حاجة فيها. هنا بقى هيبتدي القوام يتضاعف، يعني الكمية نفسها هتتضاعف والقوام يتماسك كده ويتجانس ويطلع فوم كبير كده. اتحول لمارينج مادام بنحرك كده وان القوام متماسك كده القوام بتاعي او المارينج بتاعي ناجح. نيجي بقى للصفار، هكمل خفق فيه. طبعا اضيف له كل حاجه، اضيف له 3 معالق سكر، شويه من الفانيلا، ممكن لو عايزين تضيفوا شويه صغيرين او معلقه من الخل اوكي. شايفين بقى القوام بقى كريمي وجميل ازاي؟ ما شاء الله. وهنا خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه، هبتدي اوقف خفق وهضيف معلقتين لتلاتة من المارينج على الخليط اللي انا عملته، وهقلب بالراحة جدا في اتجاه واحد لحد ما كل المكونات دي تتمزج مع بعض كويس جدا. طبعا هو يبان لكم ان انا شغالة بسرعة بس انا بقلب بالراحة جدا، انا مسرعة بس الكاميرا. بعد كده هضيف الكمية دي للمارينج. عايزين تضيفوها بقى على مراحل وتقلبوا اوكي، بس انا شايفة ان كلها زي بعض مش فارقة كتير، فانا ضفت الكمية كاملة بالشكل ده كده عشان اقلب كله مع بعض. اهم حاجة برضو التقليب يبقى بالراحة جدا في اتجاه واحد من تحت لفوق بالشكل ده كده. انا عايزة القوام يبقى سوفت كده وكريمي زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت فيه فوليوم عالي. يعني انا الحكاية ان انا ما بقلبش وخلاص، لا انا لازم الفوليوم يبقى عالي عشان يبقى القوام في الاخر متجانس كده، يعني ما يكونش سايل بمعنى اصح. تعالوا بقى نضيف الدقيق بتاعنا. دي اول كوباية. طبعا احنا اتفقنا ان انا عاملة كمية مضاعفة، يعني انتوا عشان تشتغلوا هتعملوا كوباية واحدة، والكوباية مش هتبقى كاملة. هقول لكم التركاية دي واحنا شغالين دلوقتي. والتقليب زي ما اتفقنا من تحت لفوق في اتجاه واحد. ليه بقى؟ عشان انا مش عايزة اهبط الهوا منها، يعني في الاخر ما تطلعش هابطة العجينة وتكون مدكوكة في الاخر. لو عملتوها كده هتسيل منكم وانتوا بتفردوها، انما طول ما هي فيها فوليوم ومتجانسة وانتوا بتفردوها في الصينية هتبقى ماسكة نفسها كده ومتجانسة، وفي نفس الوقت من جوه هشة جدا، يعني ما بتكونش مدكوكة العجينة دي، بتبقى فاضية قوي من جوه. وهضيف معلقتين كبار من النشا، وكمان معلقتين كبار من اللبن البودر، ده اختياري وبصراحة بيفرق معايا في طعم وشكل أي معجنات.
ونص معلقة من البيكنج باودر. عشان كده قلت لكم كمية الدقيق مش هتكون الكوباية مليانة قوي، يعني الكوباية يعتبر بتبقى كوباية الا ربع، والربع الباقي ده بيبقى معلقتين كبار من النشا. وطبعا زي ما اتفقنا هسيب لكم المقادير كاملة في الديسكريبشن بوكس بالظبط. التقليب بقى نفس الطريقة من تحت لفوق كده بالراحة خالص، ويكون في اتجاه واحد زي ما اتفقنا، عشان في الاخر ناخد النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. متهيألي مفيش انجح من كده، واكبر دليل شكل سباتيولا وهي بينزل منها العجينة بصعوبة كده بقوام كريمي ما شاء الله متماسك. متهيألي كده النتيجة ممتازة. تعالوا بقى نفضيها في كيس حلواني عشان نشكلها بعد كده بسهولة. في الوقت ده أنا بكون بجهز الصواني بتاعتي، وبكون دهناها طبعا أي طبقة دهنية، وبكون حاطة لها كمان ورق زبدة لأنه هيحافظ لي على الصينية، وعشان لو في أي مشكلة بعد كده أنت بتشيلي ورقة الزبدة دي وبترميها، فما بتجرحيش الصواني بتاعتك وبتطلع معاكي مظبوطة. شايفين بقى القوام قد إيه هو كريمي وفي نفس الوقت متماسك، وهو ده السر اللي احنا اتكلمنا عليه. التزمتوا بالمقادير مظبوطة، التزمتوا كمان بالطريقة، لأن المشكلة ما بتكونش في المقادير بس، المشكلة في الطريقة. التكنيك نفسه اللي انتي بتشتغلي بيه بيفرق معاكي جدا. بنزل بيها بكل سهولة، والعجينة ما بتفرش خالص، محتفظة بقوامها، وده الشكل الرفيع منها. يعني وانا بضغط كده ما بضغطش جامد على كيس الحلواني. شايفين جميلة قد ايه؟ ببتدي الأطراف دي كده بإيدي بدخلها لجوه بكل سهولة، وبعد كده هرفعها في الفرن، وما بتاخدش أكتر من 10 دقايق. بس قبل ما برفعها بكون جايبة سكر باودر وابتدي أرش عليها بالشكل ده كده. السكر بيفرق قوي في شكل الليدي فينجر بعد ما بتخرج، بيديها كده كفر خارجي لونه حلو وكمان مقرمش. نيجي بقى نعمل الصينية التانية في الوقت اللي هتستوي فيه. شايفين أنا عشان مش ضاغطة على القمع أو الكيس طالع رفيع ازاي؟ هو ده الاختلاف، ازاي تعملوها رفيعة ما بتضغطوش عليها. الشكل اللي أنا بعمله دلوقتي ده هيطلع معانا شوية عريض لأني أنا ضاغطة على الكيس الحلواني وأنا شغالة. تعالوا بقى أقول لكم على سر تاني مهم جدا لنجاحها، أعتقد إن محدش اتكلم فيها قبل كده، ده هيبقى اكسكلوسيف عندنا وبس. بلاش تجهزوا الصواني وتركنوها شوية قبل ما تدخل الفرن، يعني لو ما عندكوش مكان في الفرن استنوا شوية. ليه؟ لأن هي من حرارة المكان بتبتدي تفرش وهتبوظ منكم. وده شكلها الأصابع الرفيعة بعد ما خرجت اللي احنا عملناها مع بعض، ودي الأصابع اللي أنا عملتها شوية سميكة، وقلنا ليه وإزاي عملناها كده. أهم حاجة النجاح بتاع التسوية، ما بتاخدش أكتر من 10 دقايق، وهشة جميلة وقلبها فاضي من جوه إزاي، في منتهى الجمال. وأتمنى أكون أفدتكم. فيديو النهاردة خلاص انتهى، كانت معاكم صبا العريشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.